من غير مقدمات كتير عايزة أقول لكم إن دي أحلى طاسة فراخ ممكن تدوقوها. بنص كيلو بس من صدور الفراخ مع شوية خضار بسيط هنعمل وجبة كاملة وبكمية كويسة قوي وفي طاسة واحدة. نعمل بقى جنبها شوية رز أبيض أو مكرونة أو حتى بالعيش طعمها خطير. عايزة أقول لكم الأكلة دي حرفيا بتتنسف من على السفرة. يلا بينا نعملها على طول. بس ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. هنجيب صدور الفراخ ونغسلها كويس قوي وبعدين نصفيها من ميتها. الكمية دي تقريبا نص كيلو. هنقسم بقى الصدر على 3 قطع، ولو كبير هنقسمه على 4. وبعدين عايزين نقطعه بقى شرايح رفيعة. لو عندكم البانيه متقطع جاهز متقطع يعني شرايح جاهزة ينفع برضو نستعمله. وهنقطعه برضو الشرايح بالشكل ده كده. هنحطهم بقى في طبق كبير. وهنجيب بصلة كبيرة أو بصلتين صغيرين وعايزين نقطعهم لشرايح رفيعة ونحطهم على الفراخ. ونحط عليهم رشة ملح بسيطة كده عشان بس ريحة ولون البصل ما يغيرش على بال ما نجهز التتبيلة بتاعتنا. هنحتاج للتتبيلة 4 أو 5 فصوص من الثوم هنفرمهم ناعم. وعايزين كمان قطعة من الزنجبيل صغيرة قد دي كده وبرضه هنفرمها ناعم. ولو مش متوفر زنجبيل طازة ممكن نستعمل البودر. هنحط منه نص معلقة صغيرة. هنحطهم بقى في بولة كلهم. وهنحط عليهم ربع كوباية من زيت الزيتون. لو مش موجود ممكن تستعملوا زيت نباتي يعني اللي متوفر منهم استعملوه. وعايزين كمان عصير ليمونة كبيرة أو 2 صغيرين. وهنتبلهم بقى بمعلقة صغيرة بس مش مليانة قوي من الملح والفلفل الأسود. ومعلقة كبيرة حلوة كده من الزعتر. ومعلقة صغيرة من البابريكا. ونص معلقة صغيرة من بذور الفلفل الحار أو الشطة. بتظبط بس الطعم لكن مش هتخليه سبايسي. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي. وظبطوا طعم الملح زي ما بتحبوه. وبعدين هناخدها ونحطها على الفراخ. ونقلب بقى الفراخ والبصل بالتتبيلة دي كويس قوي. عايزين كل حتة من الفراخ تتغلف بالتتبيلة. ممكن تستعملوها بقى على طول زي ما هي كده. أو لو عندكم وقت غطوها وحطوها في التلاجة تشرب بس من التتبيلة شوية. هي طبعا كل ما تقعد في التتبيلة بيبقى طعمها أحلى. لكن برضو لو استعملناها على طول برضو بيبقى طعمها حلو. نجيب بقى طاسة كبيرة على قد كمية الفراخ ونحط فيها بس معلقة من الزيت. ونسيبها تسخن كويس قوي. وبعدين ننزل عليها بالفراخ. ما تحطوش الكمية كلها مرة واحدة عشان ما تنزلش ميتها. احنا عايزين الفراخ تاخد صدمة وتحتفظ بالسوائل بتاعتها جواها عشان تفضل طرية. وخلوا النار في الأول عالية لحد ما تلاقوها خدت لون من تحت. نقلبها بقى تاخد كلها لون واحد. وبعد كده هدوا النار شوية عشان الفراخ تستوي براحتها. وفي الوقت اللي الفراخ بتستوي فيه هنجيب بقى أي شوية خضار موجودين عندنا. أنا بحب أحط معاها فلفل أخضر فلفل حامي وفلفل ألوان. هنقطعهم كلهم لشرايح رفيعة. حطوا بقى الموجود عندكم والمتوفر استعملوه. الفلفل الحامي في الوصفة دي بيدي طعم حلو قوي للفراخ. فطبعا اللي بيحب الفلفل يزود بقى منه زي ما هو عايز. الفراخ خلاص كده هتكون استوت. نحط عليها بقى كل الخضار اللي قطعناه ونشوحه مع الفراخ شوية ياخد لسعة حلوة كده. وما تخلوهوش يطرى قوي عايزينه برضو يفضل مقرمش. واخر حاجة هنحطها وبتودي بقى طعم الفراخ دي في حتة تانية خالص. 3 أو 4 معالق كبار من المايونيز. ونقلبهم بقى مع الفراخ تقليبة واحدة بس ونطفي عليها على طول. واخر حاجة هنعملها ودي اختياري بس بصراحة بتدي طعم وريحة حلوة قوي للفراخ. هنسخن فحم على النار نسخنها كويس قوي. وبعدين نوسع لها مكان كده في الطاسة. ونحط طبق صغير أو ورقة فويل ونحط فيها الفحمة. ونحط عليها على طول معلقة زيت معلقة صغيرة من الزيت. ونغطيها على طول عشان تاخد من ريحة الفحم. وكده خلاص الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة. نقدمها بقى مع شوية رز أبيض أو مكرونة بتبقى خطيرة. وممكن كمان تاكلوها بالعيش. ممكن تتقدم بقى سخنة أو حتى باردة. في كل أحوالها طعمها رهيب. جربوها وأوعدكم هتدوقوا طعم مختلف للفراخ. هتعجبكم جدا. وبألف هنا على قلوبكم مقدما. وأشوفكم على خير.